السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. نفذنا قبل كده شنطة مقاس 15 في 10. النهاردة هننفذ شنطة مقاس 18 في 10. احنا قلنا هناخدهم كده بالتدريج، نبدأ من الأصغر فالأكبر فالأكبر. والمرة دي هستخدم 4 ألوان. هستخدم خيط البامبي والخيط اللي هو الأخضر الليموني ده أو الأخضر ده والفوشيا والبرتقاني. بالتدريج كده هستخدمهم، كل لون هعمله 6 سطور. تمام. القاعدة اللي احنا دايما اتفقنا عليها ان احنا نمشي عليها زي ما قلنا في الفيديو اللي قبل كده، ان احنا بنشوف مقاس الشنطة اللي احنا محتاجينه كام. انا عايزاها 18 في 10. قلنا هنطرح 18 من 10 والناتج اللي يطلع هنزود عليه 3 سنتي. 3 سنتي دول مهمين في شغل الكردون. اي قاعدة مدورة لازم نضيف ال3 سنتي دول، يبقى 8 زائد 3 سنتي. يبقى احنا الشنطة بتاعت النهاردة هنبدأ ب11 سنتي. بنشوف البيضاوي عايزينه كام وبنطرحهم من بعض، والناتج اللي يطلع بنزود عليه 3 سنتي. هنبدأ ب11 سنتي. اول حاجة هنا هستخدم اللون البامبي من ماركة زين، وهشتغل القاعدة، وبعدين بعد القاعدة هرتفع 6 سطور. احنا اتفقنا ان احنا كل لون هنشتغل فيه 6 سطور. بس لو اللون موجود من اي ماركة تانية زي جولد او بيكو هقيس لكم ال6 سطور قد ايه، وهقول لكم مقاس كل 6 سطور او كل لون هيبقى قد ايه، عشان لو سمك الخيط مختلف تعرفوا انتوا هتشتغلوا مقاس قد ايه. هسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ نعمل القاعدة زي ما اتفقنا. هنبدأ ب11 سنتي. بجيب المزورة كده وبتني الخيط وبقيس 11 سنتي. نسمي كده بسم الله ونتوكل على الله ونبدأ. ببدأ الأول من الجزء المتني ده، واثبت الاول وبعدين نلف بقى ونكمل القاعدة. انا كده وصلت عند المقاس اللي انا محتاجاه. ارتفعت، بس طبعا الخيط لو السمك اللي معاكم مختلف فهيختلف في عدد السطور. ارتفعت من هنا من عند الجزء اللي هو المجوز ده. احنا بداية الخيط اهو 1 2 3 4 5 6 7 سطور. 7 سطور، وجيت في النص كده ورحت وقفت. في عند الفرداني ده هيكونوا 6 سطور بس. 2 4 6. هنا بقف في النص لما ببدأ ارتفع للقاعدة بتاعة الشنطة. اول حاجة هعمل ايدي كده وهبدأ ارتفع سطرين. ادي سطر والتاني، وهنا بقى هبدأ اميل ايدي كده لوش المكنة. انا ارتفعت سطرين ليه؟ لان الخيط رفيع، وانا عايزة القاعدة تبقى بتاعتي واسعة وكويسة، يعني ما يبقاش الخيط رفيع والقاعدة ملمومة قوي. بعدين ابدأ اعمل ايدي على وش المكنة كده،
كده خلاص كده مكتفية بالعدد السطور ده بالنسبة للون اللي هو البامبي ده. هقيسها لكم القاعدة اشوفها كام سنتي. انا لما باجي اقص الخيط بقص الخيط من الجناب. هقيس لكم كده، دول 5 سنتي. 5 سنتي، لو كل لون 5 سنتي يبقى ارتفاع الشنطة 20 سنتي. قصت اللون البامبي ده هشتغل باللون اللي هو الاخضر الكناري ده برضو من ماركة زين، وهفضي الخيط وهنا هنصص دي، هجيب الفتلة في النص وبرضو هفضي الخيط من هنا، طلع الخيط اللي هو الحشو ده، بعدين ارجع الخيط ده تاني كده. بصوا بقى انا بوصل ازاي. في كذا طريقة للتوصيل، يا اما هنا عند اخر الفتلة دي نقطة شمع والاتنين دول تمسكوهم في بعض كده وتخيطوا، يا اما تيجوا على الطرف كده وتطرفوا دي كده من النص، وكذلك برضو تطرفوا دي كده اهو، وبعدين نخيط ننهي كده. نهينا، نيجي في الجزء اللي احنا قصيناه من الحته دي كمان اهي، بصوا مقصوص بزاويه اهو، واجي جايه كده. انا هنا قصيت بزاويه وهنا قصيت بزاويه، باجي لازقاهم في بعض كده كانهم هما فتله واحده بالشكل ده كده، وادخل وازق بحاجه وسيله مساعده كده، بس مقص مثلا اهو، وبالراحه عشان المقص ما يقطمش الابره كده. بزنق الفتله دي كده اهي، تمام كده اهي. بقول الاتنين كأنهم فتلة واحدة، بس انا مش بمشي باللون ده الاخير ده كده، يعني بحاول اخلي اول اللون الجديد عند اول نقطة هنا كده، يعني انا خيطت كده هبدأ بقى اغير اللون. تمام كده. دي طريقة توصيل من ضمن الطرق اللي انا بعمل بيها، يا اما احط نقطة الشمع زي ما قلت لكم، يا اما اقص زي ما انا قصيت كده الطرفين واوصلهم ببعض بالخياطة من اول نقطة البداية كده. هنشتغل 6 سطور. بسم الله. هوقف برضو زي ما وقفت هنا، هوقف في الجنب هنا ونيجي برضو في الجنب كده ونيجي قصيه. كل مرة بنوصل خيط بنفضي الفتلة كده من البداية، وبعدين نرجع دي تاني ونساوي بس الاطراف كده، وبعدين نيجي جايين بزاوية كده وقصيه بالشكل ده كده، ونكمل اول سطر خياطة. يعني لون الخياطة مش بنغيره غير بعد السطر اللي هو بعد ما بنكمل اول سطر في اللون الجديد، يعني بنشتغل اول سطر باللون الجديد بنفس لون الخياطة، وبعد كده بنغير اللون. انا عندي لون الفوشي اهو على المكنة، مستنية اخلص السطر ده. بصوا بقى بحطها كده، شايفين الزاوية اللي في الفتلة دي؟ باجي جايه دي عليها كده كأنهم بيكونوا فتلة واحدة.
حاجة كده بس وسيلة مساعدة تساعد معايا ان انا الفتلة ما تجريش مني. بس خلي بالي ان الابرة تنزلش فوق المقص. اهي باجي هنا والفتلة اللي عدت مني دي بفكها عشان انا عايزة من بداية السطر الجديد اكون مخيطة باللون الجديد اللي هو اللون الفوشي. لما باجي اوصل خيط الخياطة وانا شغالة لونين على المكنة، بدال ما بشيل اللون كله من اللضمة كده، بجيب الفتلة اللي انا هشتغل بيها وبربطها ربطة خفيفة كده مع الفتلة القديمة، بربطهم كده مع بعض عقدة كده بسيطة اهي، واسحب الخيط من تحت من قبل العين بتاعت الابرة عشان مش هيعدي، واسحب وارفع الدواسة عشان الخيط يمشي معايا بسهولة، وبعدين اجي بقى عند الابرة والضم، بدل ما افك خيط اللضمة كله وارجع الضم من اول وجديد، بسحب الخيط على طول، ما بيبقاش معايا غير العين بس بتاعه الابرة. هوقف خلاص بنفس الطريقة، بقص الخيط برضو عند النهاية وافرغ قصاد الغرزة دي بالظبط، بقدم شوية قدام كده عشان اعرف افرغ، وبعدين اقص بالزاوية بتاعها وفنش. بصوا كده، دول 4 سطور ودول 3، هنهي ال4 وفي الخامس هبدأ اعمل اليد. هعمل اليد بصوا بالنظر، يعني اهم حاجة ان اليدين يكونوا قصاد بعض. يعني مثلا انا لو هعمل اليد طولها كده هقيس لكم حوالي 17 سنتي، وبسيب من بينهم مسافة زي 7 سنتي او 8 سنتي، واخيط واجي في الجنب التاني برضو نفس المسافة اللي انا سبتها هنا بسيبها هنا 17 سنتي، وبسيب بينهم مسافة 8 سنتي. وبعدين بقى انا خلاص خلصت هنا، هنهي هنا قصاد الفتلة اللي احنا بدأناها او قصاد الفتلة اللي احنا وصلناها. عايزة انهي هنا عند اليد مفيش مشكلة، شوف انا عايزة احط اللوجو فين، هنا عند اليد او هنا، وانهي. كده انا خلصت الشنطة، بس اهم حاجة الايد بتاعتي تبقى قصاد اليد دي، تبقى قصاد اليد دي. فانا بظبطها ازاي؟ بقفل الشنطة كده، بظبط الايدين قصاد بعض 18 سنتي، وهو ده اللي انا محتاجاه. عايزين تعملوا كل لون بمقاس، يعني مثلا تعملوا 5 و5 و5 و5، انا هنا ما جوش معايا 5، يعني كل سطر عشان انا منتظمة بعدد السطور من نفس نوع الخيط عشان انا عاملاها قبل كده، فانا عاملة 6 سطور. انما انتوا لو عايزين تعملوا بالمقاس هتعملوا كل مقاس مثلا 5 سنتي 4 سنتي زي ما انتوا عايزين، لو عايزين طول الشنطة اكتر من 18 سنتي. بصوا بقى، هجيب 2 جنش و2 حلقات سهلة الفتح، لو مش موجود حلقات سهلة الفتح مفيش مشكلة. هجيب الفتلتين اللي هما طولهم 120 سنتي، وهفرغ من هنا اطلع الحشو اللي جوه
عشان لما اجي ادخلها جوه الجنش كده تدخل بسهولة، ولما اتني واخيط تتخيط بسهولة كده. وباجي تانية دي كده لو انا خايفة من التانيتين دول على بعض ممكن اخيطها يدوي بالشكل ده. بفرغ للحلقة ومن الجنب التاني بقص فتلة كده في النص بالظبط، بفرغها كده. وبعدين اجي هنا تحت الدواسة بتاعتي واثبت الفراغ ده من الجنبين. انا ثبته ده اللي هي الغرزة اللي انا فرغتها، ومن هنا متخيط ومن هنا متخيط. ثبت اليد بتاعتي برضو من كل جنب. ودي ضرورية جدا لازم اثبتها. وانا مش ضروري ان انتوا تركبوها، يعني لو مش متوفره مفيش مشكله. ادي الجنش بتاعي اهو مركبه في حلقتي. ومن الجنب التاني طبعا عايزين تعملوا لها بطانه اعملوا لها، عايزين تعملوا لها مغناطيس يقفل كده اعملوا لها، حسب راحتكم انتوا. هو الموديل ده كده خلصنا. تاني مقاس او تاني موديل. احنا كنا عملنا موديل اللي هو الاوف وايت قبل كده بمقاس تاني، ده مقاس مختلف. احنا حبينا ناخد من الصغير للكبير لغاية ما نوصل للستاندر اللي احنا بنشتغل بيه. الشنطة ممكن تزودوا فيها زي ما انتوا عايزين، يعني هي معمول لها هنا شراشيب كده، شرشوبات بالخيط الكروشيه او بالخيط الصوف هنا متركبة هنا كده. وممكن تشكلوا فيها زي ما انتوا عايزين وتغيروا فيها زي ما انتوا عايزين. بالنسبة للسير عشان الشنطة فيها كذا لون، فممكن تغيروا اليد الكروس بتاعتها زي ما انتوا حابين. اتمنى الفيديو النهاردة يكون عجبكم، وانتظرونا ان شاء الله في فيديو جديد.